ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح القاهرة، ومع حلول شهر رمضان الحقيقة بتزيد حركة الأسواق، وخاصة محلات العطارة والمكسرات، واللي بتبقى مقصد أساسي لكل بيت مصري، ومن اليميش للمشروبات الرمضانية للأعشاب المرتبطة بالصحة والهضم بعد الإفطار تحديدا. كل دي عادات موروثة وجزء من طقوس شهر رمضان الكريم. هنفهم أكتر ليه المصريين بيعملوا كده، وإيه المفيد من الأعشاب، وإيه المفيد اللي نبعد عنه، ايه اللي نستخدمه، ايه اللي نركز عليه خلال شهر رمضان في فتره ما بعد الفطار لغايه السحور وقبل السحور وبعد السحور، مع ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ عمرو شاهين، اخصائي الاعشاب والنباتات الطبيه. استاذ عمرو اهلا بحضرتك وصباح الخير طيب وبخير. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل متابعينك الكرام. استاذ عمرو، ليه بيزيد الاقبال على محلات العطاره في رمضان تحديدا؟ بيوتنا المصريه دايما عمرانه وبلادنا المصريه دايما عمرانه بالخير. كل الناس بتتجه لشهر رمضان ان هي تظبط، تقبل على شراء اليميش والتوابل. ستات البيوت بيخرجوا علشان خاطر يجيبوا التوابل الجديدة ويجهزوا للتمور ويجهزوا لليميش رمضان. وكمان بقى في توعية جميلة جدا عند ستات البيوت، يجهزوا المطابخ بتاعتهم بالتوابل الجديدة ويجهزوها باليميش ويحضروا للتمور وكل الحاجات دي. ومن هنا بتزيد الإقبال في الشوارع على محلات العطارة والأعشاب. ايه اهم الاعشاب المرتبطه بشهر رمضان؟ في اعشاب كتير جدا وحاجات مفيده جدا لصحه الانسان، اهمها طبعا الكركديه، الدوم، الخروب، الصوبيا، التمور طبعا دي اساسيه علشان الخشاف تبقى على السفره المصريه، من التمور الجافه والتمور الرطبه والمكسرات وكل الحاجات دي. هل الاعشاب ليها دور في تحسين الهضم في رمضان؟ طبعا دي اساسيه. عندنا نمره واحد هو التمر الهندي، ممتاز جدا لصحة الجهاز الهضمي ولصحة الهضم. من التمر البلدي الجميل ممتاز جدا عشان خاطر يحسن حركة المعدة والأمعاء، وكمان يحسن انزيمات المعدة وكمان حلو جدا للهضم. كويس. افضل مشروبات طبيعيه بقى للسحور لتقليل الاحساس بالعطش؟ عندنا طبعا نمره واحد هو العرقسوس. العرقسوس احنا بنسميه قاطع العطش زي ما بنقول، ولكن استخدامه مهم جدا، وتوعيتنا للمشاهدين في استخدام العرقسوس ده مهم جدا. طبعا هو مشروب كويس جدا، بيغسل الكلى وبيغسل الاملاح، وحلو جدا للجهاز التنفسي العلوي وطارد للبلغم، ليه فوائد كتير جدا، وبيمنع العطش طبعا لو الصيام في درجة حرارة عالية، من الحاجات المميزة. كمان مشروب الدوم من الحاجات الجميلة جدا، وتبقى المشروبات ديت يا جماعة قليلة السكر، ما نزودش السكر فيها. طيب كلمة يميش يا أستاذ عمرو ارتبطت برمضان، يميش رمضان، إيه أكتر الأنواع أو أبرز الأنواع فايدة للإنسان؟ كل الأعشاب المنتشرة في رمضان واللي هي جزء من السفرة المصرية، زي مشروب قمر الدين، مشروب الكركديه. وأنا ليا تعليق بسيط على مشروب الكركديه. عايزين نوعي ستات البيوت في البيت، ممنوع تغلوا الكركديه. الكركديه يتنقع يا جماعة عشان نستخلص منه الفايدة وما نكسرش الفيتامينات والمعادن بتاعته. ننقعه من بالليل للصبح هناخد منه الخلاصة كاملة. ممنوع نحط ده طول الوقت في رمضان على طول. طبعا، ودي فرصة ان احنا دي معلومة مغلوطة غالي الكركديه ده. لا مفيش حاجة اسمها كركديه تغلي على النار، دي ممنوع، علشان تستفاد بالفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الكركديه، ان احنا ننقعه من بالليل للصبح. فوائد الكركديه جميلة جدا. الكركديه هو مش بس مشروب منعش ومرطب للمعدة، لا ده كمان موسع للأوردة وموسع للشرايين، وعشان كده بيدي هدوء واسترخاء وبيحسسك بهدوء لضغط الدم، بيخلي الجسم يرتاح في ضغط الدم. والمشروبات الجميلة جدا اللي احنا بنرشحها لمرضى ضغط الدم. طيب الفرق بقى، يعني بيظهر دايما المكسرات في شهر رمضان اكتر، الفرق بين النية والمحمصة لجسم الانسان؟ وكأنك بتقول لي البطل الخارق، احنا نقول اسمه منين او نشوفه ازاي؟ والله المكسرات دي البطل الخارق، سواء كانت نية او كانت مكسرة. ولكن في فرق بسيط. المكسرات النية هي محتفظة بالدهون الصحية بتاعتها ومتحافظ عليها،
ولكن هنيجي على الجنب التاني ان المكسرات المحمصة هي اكتر طعم محبب ولذيذ، مكسرات مقرمشة ومحمصة، ولكن هي بتفقد نسبة بسيطة جدا من الدهون الصحية بتاعتها، ولكن مش كبيرة. طب لو اتكلمنا على الفايدة البيور، لا احنا بنتكلم على المكسرات النية، طبعا اعلى فايدة لجسم الانسان، ولكن المقرمشة هي احسن المحببة في طعما، الطعم. والفايده مش ما قلتش قوي يعني، ما ما قلتش صغرتش قوي، لان برضو التحميص بيبقى على درجات حرارة مميكنة، وبتبقى حاجات كويسة مش حاجات عشوائية. ايه طيب، ايه الكميه المناسبه اللي نستهلكها من المكسرات في رمضان يوميا؟ انت بناكل كل حاجة في المكسرات، اللوز والبندق والعين الجمل والزبيب، ولكن الاستهلاك كل ما يكون بسيط كل ما جسمك يستفاد. يعني اما يكون في عندي حاجة فايدتها كبيرة لجسمي ما اكلش منها كمية كبيرة، ولكن الكميات البسيطة المتنوعة، يعني المكسرات المشكلة، ان انا اخد من كل حاجة مثلا واحدة او وحدتين، انا كده مثلا خدت وليكن 20 جرام او 30 جرام من المكسرات، استفدت بفوائدهم كلها، ادوني طاقة وادوني بروتين، ادوني دهون صحية، ادوني اوميجا 3، يعوضوني عن اللي انا فقدته في وقت الصيام. طيب، هل كل انواع اليميش او كل انواع الحاجات المسكره تحديدا في رمضان مناسبه لمرضى السكر؟ هو اكيد لا طبعا، يعني في حاجات مناسبة. مثلا يعني مرضى السكر احنا بنرشح لهم مثلا مشروب الدوم. مشروب الدوم يا جماعة مهم جدا لمرضى السكر. هو مش بس مشروب منعش، لا ده كمان مشروب فيه مجموعة البه اللي بتحافظ على الأعصاب وبيظبط السكر، وإحنا بنسميه ميزان ضغط الدم. مشروب الدوم ده وبيجي لنا طبعا من أسوان، من بلدنا الجميلة، مشروب الدوم البلدي. نقدر نعمله في البيت ونقدر نحسن طعمه كمان، نديله حاجة بسيطة من الفانيليا، نحط عليه فنجان لبن بسيط. احنا بنسميه ميزان ضغط الدم، يظبط ضغط الدم العالي والواطي، ومشروب ممتاز جدا من بعد الفطار لحد السحور، ولكن برضو بنشرب بكميات معقولة. طيب، ايه افضل طريقه يا استاذ عمرو لحفظ اليميش والمكسرات في البيت في رمضان؟ اليميش والمكسرات هي عبارة عن فاكهة مجففة. هي بتحتاج يعني احنا ناخد الاستهلاك بتاعنا اليومي ونحفظ الباقي في حاجة زجاجية ونحطها في التلاجة. المكسرات واليميش بالذات عايز يتحط في مكان ما يتعرضش لحرارة، يعني ما سيبوش مثلا في المطبخ للبخار ولدرجة الحرارة العالية وكده، لا ده مكانه التلاجة، واستخدم منه يوم بيوم وارجعه تاني. وزجاجيه مش بلاستيكيه؟ هو طبعا زجاجية ده افضل. ولكن لو في بلاستيك نقي وصحي مخصص لحاجة زي كده طبعا ما فيش اي مشكلة. طيب كويس. هل خلينا نروح اكتر لثقافه التداوي بالاعشاب؟ هل ثقافه التداوي بالاعشاب ما زالت منتشره في مصر؟ طبعا ثقافة التداول الأعشاب هي موجودة من سنين جدا، ولكن عليت أو كبرت قوي من بداية 2019، من بداية كورونا بقت استهلاكنا وتوعيتنا للأعشاب بقى كبير جدا. كويس. النهاردة بقى ثقافة الشعب المصري عارف كويس جدا إن أهمية حبة البركة وفوائدها للمناعة، أهمية مثلا اللبان الذكر وأهميته للجهاز التنفسي، أهمية القرنفل المطهر للفم والأسنان. لا بقى في ثقافة كبيرة جدا، وبقت ثقافة الشعب المصري عليت، وثقافتنا واستهلاكنا علي. الأول احنا كنا من أقل الدول العربية استهلاكا للأعشاب، ولكن في الفترة الأخيرة استهلاكنا كبر جدا من بداية 2019 لحد يومنا هذا، لأن الأعشاب طبعا بتعلي مناعة الجسم ومضادات أكسدة طبيعية ومضادات التهابات طبيعية، ونسبة الآثار الجانبية بتاعتها يعني تكاد تكون قليلة جدا مقارنة طبعا بالكيماويات والحاجات اللي زي كده. ايه الفرق طيب بين الاستخدام الشعبي والعلمي للاعشاب؟ زمان كان الاستخدام الشعبي كان يعني قبل 100 سنة مثلا كانت الناس كلها والعالم كله كان بيستخدم الطب الأعشاب. ما كانش لسه مثلا اخترعوا المضاد الحيوي الصناعي والحاجات اللي زي كده، كانت الناس كلها، ولكن مع تطور طبعا بتظهر أمراض، فطبعا لازم يبقى فيه توعية أكتر للأعشاب. الأعشاب النهاردة بتتاخد بجرعات معينة، ولازم أتعامل، لأن أنا هروح محل عطارة وأعشاب لازم أتعامل مع حد يكون فاهم ويديني الجرعات المناسبة، ويبقى تحت إشراف طبيب لو أنت عندك مرض مزمن. النهارده مثلا بنتكلم عن الزنجبيل. الزنجبيل النهارده بناخد منه مقدار ما ليكن مثلا مقدارك في اليوم هو 1 جرام، اللي هو مقدار نص معلقه من بتاعه الشاي، كوبايه الزنجبيل اليوميا. دي مضاد حيوي كويسه جدا لتعب العظام والتهابات الجسم، ليها فوائد كبير جدا كمان لغثيان المعده
وحاجات زي كده. هنيجي مثلا لاستخدامنا زي استخدام الحبهان في الاكل النهارده، وعلى لست البيت بتستخدمه كويس جدا، منظم لحركه المعده والامعاء وطارد للغازات، وبينبه المخ والذاكره والحفظ، ليه فوائد كتير جدا. طيب هل عندنا اعشاب لازم نحذر من الافراط من استخدامها؟ طبعا احنا في رمضان بنحذر من استخدام العرقسوس لمرضى الضغط المرتفع. لو حضرتك مريض ضغط وبتاخد برشامة الضغط، فانت ما تتعاملش مع العرقسوس نهائيا. اما لو انت انسان طبيعي ما عندكش اي مشكلة مع ضغط الدم، فيكفيك كوباية الشوب بتاعك في الفطار او في السحور، مش اكتر من كده. طبعا بالنسبة للكركديه والخروب والتمر هندي، احنا طبعا بنحذر من استهلاك السكريات الزايدة في العصاير. حاول تستطعم الأعشاب بطبيعتها أو العصاير بطبيعتها السكرية، وتستخدم السكرية اللي فيها زي الخروب زي الدوم زي الحاجات دي. وطبعا الصوبيا مشروب طبعا باللبن الطبيعي، ودي حاجات جميلة جدا ومن اللي احنا حبينا ننوه عليها النهارده. طيب نصايح بقى حضرتك لاختيار العطار الموثوق اللي نجيب منه بهارات او اعشاب كويسه؟ العين بتشتري، لازم عيني تشتري كويس. لازم اشوف الحاجه امسكها بايديا، قمر الدين لازم الاقي ريحه المشمش وزيت الزيتون، ما تبقاش الريحه مثلا وكأن الحاجه مخزونه، ما تبقاش المكسرات مثلا معطنه وكأنها مخزونه. اتعامل مع حد يكون فاهم في الاعشاب والعطاره، بحيث اما اساله عن معلومه يفيدني مش يضلني او يبالي وخلاص، ودي حاجة مهمة جدا. والنهاردة ما شاء الله بقت محلات العطارة والأعشاب عندنا في مصر، بقى عندنا ناس كتير جدا متميزين ويقدر يفيدك بنصيحة كويسة، ولكن العين تشتري. أشوف جودة الحاجة، جوز الهند الأبيض الجميل أشم ريحة فيه جوز الهند الطازة الصابح، وكذلك القمر الدين التمر هندي، أبص على الحاجات ديت وأشم ريحتها وعيني تشتري الحاجة الجميلة قبل إيدي. طيب حلو جدا جدا. هل في 3 مشروبات مثلا، او تنصحنا ب3 مشروبات اساسيين طبيعيين في رمضان؟ يعني انصح كل الناس بالاستخدام الاعشاب والمشروبات الطبيعيه والصحيه في رمضان، ونحاول نقلل، يعني مش هنقول نلغي، هنقلل بفتره كبيره جدا المشروبات الصناعيه. طبعا بننبه على مشروب الكركديه الصحي مناسب جدا، وقلنا مناسب لضغط الدم. بننبه على مشروب الدوم وهو كويس جدا لمرضى السكر، سواء من النوع الاول او سواء من النوع الثاني. مشروب الدوم من الحاجات الجميله اللي بتحسن الصحه العامه. مشروب التمر هندي ان هو بيحسن الهضم، ان انت لو ما تاكل وعايز تهضم بحاجه جميله بسكر خفيف، التمر الهندي الجميل بتاعنا ده من اهم المشروبات. الصوبيا، كل الحاجات الطبيعيه، قمر الدين الطبيعي، ولكن نقلل السكريات. طيب اخيرا بقى، مشروبات تساعد على تهدئه المعده وتقليل الانتفاخ ممكن تبقى ايه؟ طبعا بعيد تاني التمر هندي هو من الحاجات الجميله قوي اللي بتحسن حركه المعده والامعاء. كمان بنقول يا جماعه القراصيا احنا بنسميها ميزان الجهاز الهضمي، بتحسن حركه المعده والامعاء، بتحسن الهضم. اهالينا الكبار اللي بيعانوا من الامساك، القراصيا جميله جدا ليها. اطفالنا ضعاف البنيه، التين المجفف ده من الحاجات الجميله اللي نهتم بيه، هو بيحسن حركه المعده والامعاء وملين طبيعي. ومش بس كده، ده كمان بيزود كثافه العظام، ودي من اهم مميزات التين المجفف مع زيت الزيتون، او اذا كان برضو لوحده ليه فوائد كبيره جدا. جميل جدا جدا. استاذ عمرو شاهين، اخصائي الاعشاب والنباتات الطبيه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واستفدنا وجود حضرتك معانا، وكان مهم تنورنا في بدايه رمضان. شكرا يا فندم، والشكر لنا. كل سنه وحضرتك بخير وكل متابعينك بخير. طيب دي كانت فقرتنا، وتصور ان هي فقره مفيده جدا لناس كتير النهارده. خلينا نشوف